ويسعد لي مساكم يا متابعيني. شلونكم؟ شلون صحتكم؟ اذا اول مرة بتشوفوني لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيه عشان يصلكم كل شي جديد. اليوم ان شاء الله رح اساوي تشابيه يعني المغربية. عندي هون معكرونة حبتها ناعمة، وعندي هون حمص سلقته، بصل كمان رح اسلقه. كمان بنصحكم تجربوها، هاي الطريقة كمان كتير طيبة. خليكم معي خطوة بخطوة. وهون نضفت البصل قشرته وهلا عم بسلقه. هون عندي كمان حطيت المي عشان اسلق المعكرونة. هون عندي غلت المي، ضفت كمان هذا المعكرونة مشان تنسلق. عن جد بنصحكم تجربوها، طعمتها مثل الغريبة. طفيت على المعكرونة استوت، رح صفيها. هون عندي بلش كمان يستوي البصل. هون بعد ما سلقت المعكرونة صفيتها. هون هلا عندي بدي حطيت سمنة، بدي احط شوية زيت عشان اقلي معكرونة مع الحمص. وهون ضفت المعكرونة وقلبتها، رح اضيف ملح. عندي هون زرفين ماجي، طبعا هذا اختياري بيعطي نكهة كتير طيبة. وهون ضفت الحمص، منظرها كتير حلو بشهي، طعمتها كتير طيبة. وهون نكون وصلنا لاخر نهاية الفيديو، ان شاء الله ينال اعجابكم. هون بعد ما صبيتها شوف منظرها كتير حلو بشهي. اذا لاول مرة عم تتابعوني لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيه عشان يوصلكم كل شي جديد. شكرا لكم.